السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار نادي الهلال السعودي وأخبار دوري روشن السعودي. نتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو وتقديرا لمجهود عمل فريق القناة. التشكيل المتوقع لمباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة والهلال في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. وتقام مباراة نادي الاتحاد ضد نادي الهلال في كلاسيكو السعودية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة بعد الانتصار على الرائد والطائي والرياض، وأخيرا الوحدة في الجولة الأخيرة ب3 أهداف دون رد. بينما الهلال يمتلك 10 نقاط ويتواجد في المرتبة الثالثة بعد 3 انتصارات على أبها والرائد والاتفاق، بينما تعادل مع الفيحاء بهدف لا مثل. ويملك الهلال أفضلية في المواجهات الأخيرة بينه وبين الاتحاد، حيث لم يخسر في 6 مباريات بانتصاره في 5 لقاءات وحسم التعادل بينهما في لقاء وحيد. تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الهلال: في حراسة المرمى مارسيلو جروهي، في خط الدفاع زكريا هوساوي وأحمد شراحيلي وعمر هوساوي ومد الله العليا، وفي خط الوسط الدفاعي فابينيو وانجولو كانتي، وفي خط الوسط الهجومي كورونادو وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو، وفي خط الهجوم كريم بنزيما. أما تشكيل الهلال المتوقع ضد اتحاد جدة: في حراسة المرمى ياسين بونو، وفي خط الدفاع ياسر شهراني ومحمد جحفلي وعلي البليهي وسعود عبد الحميد، وخط الوسط الدفاعي روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وفي خط الوسط الهجومي سالم الدوسري وملكوم وميشائيل ديلجادو، وفي خط الهجوم متروفيتش.